يا ست الكل، أهم حاجة بتهتمي فيها في شقتِك هو مطبخِك. المطبخ من الحاجات المهمة جدًا اللي بنركّز معاها مع سِت البيت من أول ما بنتعاقد على أي شقة، إن إحنا نشوف متطلباتها ونشوف هي محتاجة إيه جوّه المطبخ. وكمان توزيعة المطبخ بشكل جميل شيك، ديكور يكون هادي، أو ديكور أو كمان استغلال المساحات بوحدات تخزين كتير جدًا تقدر تحط فيها كل اللي هي عايزاه، العلوي أو السفلي. تفاصيل لمّا أكون كمان أنتِ ممكن تستغني عن النيش وتعملي طبعًا الأدراج أو الأرفف بشكل تقدري تفرشي فيه كل تفصيلة موجودة جوّه النيش وتحطيها في شقتِك، مكان للفرن، مكان للميكروويف. هنا في سلات كده لكل مكان نقدر نحط فيها نخزّن فيها كل الحاجات اللي إحنا محتاجينها. هنا كمان عندنا أهو كل حاجة أنتِ ممكن تقدري تستغلي. هنا مكان، طبعًا هنا ما فيش غاز، وهنا مكان أهو لأنبوبة الغاز، وكان كمان هنا في وحدات لأدراج المعالق. وكمان عندنا هنا مكان لتوزيع الأطباق، وكمان هنا عندنا مكان للحلل في الجزء ده، للحلل تحط فيه الحلل اللي أنتِ عاوزاها. عندنا كذا تفصيلة موجودة هنا. عندنا هنا البوتاجاز الbuilt in، وحدات التخزين العلوية خالص اللي نقدر نخزّن فيها زي ما إحنا عاوزين، توزيعات شفاط في السقف. هنا مكان المقشّات زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا مكان للمقشّات ومكان للصواني نقدر نحط فيه كل اللي إحنا عاوزينه. المطبخ هنا كان ليه بلكونة، فقدرنا إن إحنا نستخدم البلكونة ونقدر نعمل فيه سلك الPVC بالشكل ده، علشان خاطر لو فتحنا مثلًا الشباك الباب يبقى في مصدر للتهوية. عندنا كمان هنا رخام الكوارتز، دي من الحاجات الجميلة جدًا برضه الشيك اللي ادِّت شياكة المطبخ. مكان هنا الحوض السمارت، والحوض السمارت هنا توزيعاته، هنا مكان لشلال زي ما حضراتكم شايفين مستويات، وهنا مكان لتوزيعة الحنفية أو حنفية المطبخ. هنا مكان لغسيل الكوبايات، وكمان هنا مكان لشلال تاني. هنا مكان لصبانة وتوزيعة الحرارة في الجزء ده. وعندنا هنا مكان لحنفية الفلتر، التلاجة واستغلال المكان. هنا مكان لغسالة أطباق وغسالة ملابس. تفاصيل كتير جدًا عملناها لِك جوّه مطبخِك، علشان مطبخِك من الحاجات الجميلة جدًا اللي إحنا عارفين إن أنتِ بتهتمي بيها.